تخيل كده إن في شيطان كبير بيكتب رسائل لشيطان صغير بيعلمه إزاي يبوظ حياة الإنسان. حاجة غريبة قوي. ده بالظبط اللي بيحصل في كتاب رسائل خربر للكاتب العظيم C.S. لويس. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه؟ في الكتاب ده بنكتشف 3 ألاعيب مهمة العدو بيستخدمها عشان يوقعنا. النقطة الأولى التشتيت والتركيز على السطحي. العدو مش عايزك تفكر بعمق في أي حاجة مهمة أو روحية، بالعكس بيحاول يشغلك بكل حاجة تافهة وحياتية حواليك. عايزك تركز على اللحظة اللي انت فيها بس، وينسيك أي حاجة ليها قيمة حقيقية. يعني مثلا ممكن تكون عايز تقعد مع ربنا وتصلي، فتلاقي نفسك فجأة بتفكر في المذاكرة أو في الأكل اللي هتاكله أو أي مشكلة صغيرة حصلت في يومك، وتفضل تفكر في الحاجات دي لحد ما الصلاة أو الوقت الروحي يضيع. النقطة التانية التلاعب بالصلاة، يعني ممكن يخليك تحس إن الصلاة واجب أو تقيلة، فتبقى بتصلي بس عشان تخلص مش عشان تتكلم مع ربنا بجد. أو ممكن يخليك تركز على إحساس معين، ولو ما حسيتوش يخليك تيأس وتبطل صلاة. ده بيخليك تفكر في نفسك وانت بتصلي بدل ما تفكر في ربنا. النقطة الثالثة تحريف الحب، خصوصا الحب والجواز. بيحاول يحول الحب الحقيقي لتفكير أناني. تلاقي نفسك بتدور على الحب اللي بيعتمد على مشاعر قوية بس من غير أي التزام أو تضحية. أو ممكن الشيطان يقنعك إنك تركز على عيوب اللي قدامك عشان ما تشوفش الحلو اللي فيه. الحب الحقيقي في المسيحية مش مجرد مشاعر، هو تضحية وعطاء والتزام. الكتاب ده مليان تفاصيل وألعاب تانية كتير ممكن تقع فيها وانت مش واخد بالك، عشان كده بنرشح لك تتعمق أكتر في المواضيع دي من خلال الكتاب. إزاي إبليس بيستخدم الخوف واليأس ضدك، أسرار الصراع بين الكبرياء والتواضع، خطط العدو للتلاعب بالوقت والأبدية، لماذا لا يحب العدو أن تكون ناجحاً وسعيداً. كل دي وأكتر هتلاقيها في الكتاب ده. ولو عايز تسأل عن أي حاجة في محتوى الكتاب أو تفهم نقطة معينة، هتلاقي في وصف الحلقة رابط ل AI معمول مخصوص عشان يرد عليك ويفسر لك أي جزء. قولولنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام.